اللي نعرفه عن الكاش ان احنا لما بنستخدمه في الابلكيشن بتاعنا سرعه الابلكيشن بتاعنا بتزيد بشكل كبير جدا، لكن اللي ما تعرفوش ان في نفس اللحظه ممكن يكون الكاش سبب كبير جدا ان مشاكل تحصل عندك في البيانات، والابلكيشن بدل ما يبقى بطيء ينهار ويقع تماما. طيب المشكله فين؟ الفكره كلها باختصار، لو انا عندي صفحه منتجات فيها كل المنتجات اللي موجوده عندي في الابلكيشن، الاسم والوصف والسعر، وعندي الاف اليوزرز بيدخلوا على الابلكيشن عندي في نفس اللحظه، مع كل يوزر بيدخل بيحصل عمليه كويري ما بين الابلكيشن للداتابيز على اساس انها ترجع البيانات دي. مع كميه اليوزرز اللي بتدخل عندي ممكن الكويري الواحده تاخد حوالي 9 ثواني. طيب بنحل حاجه زي كده ازاي؟ الفكره كلها باختصار ان احنا لما بنستخدم الكاش مع اول يوزر بيدخل عندي الابلكيشن عشان يرجع المنتجات ديت، انا بخزن النتيجه في الكاش. بعد كده مع تاني يوزر او تالت يوزرز او ايا كان عدد اليوزر اللي بيدخلوا بعد كده، بدل ما بيجيبوا النتيجه دي من الداتابيز بيجيبوها من الكاش، فبنلاقي ان سرعه البيج ديت نزلت من 9 ثواني ل 120 ملي ثانيه. طيب فين بقى المشكله؟ الفكره كلها باختصار، لو انا عندي كاستمر A وكاستمر B، كاستمر A دخل على صفحه المنتجات لقى ان في منتج معين موجود منه قطعه واحده بس في الاستوك. كاستمر B دخل بعد كاستمر A بثلاث ثواني لقى برضو ان نفس المنتج موجود منه قطعه واحده في الاستوك، والاثنين عملوا اوردر للمنتج ده، وفي نفس اللحظه الابلكيشن قبل ان هو يستقبل اوردرين لنفس المنتج من تو يوزرز مختلفين، مع العلم ان اللي موجود عندي في الاستوك هو قطعه واحده بس. حركه زي ديت هتسبب مشاكل كتير عندي في الابلكيشن، علشان كده لازم تكون عارف ومركز جدا ان حاجه زي القيم اللي بتتغير بسرعه زي نمبر اوف ستوكس او سعر المنتج ما ينفعش ان احنا نسجلها اصلا في الكاش. وحاجات تانية اللي انت محتاج تسجلها في الكاش لازم برضو تكون عارف وانت بتسجلها في الكاش ايه الاكشن اللي هيحصل في الابلكيشن علشان تكلير الكاش ده، وتضمن ان اليوزرز اللي بيدخلوا عندك بيرجع لهم الداتا من السيستم بتاعك اب تو ديت.